الدكتور العالم الجليل الدكتور جمال حمدان لما عمل موسوعة شخصية مصر واتكلم عن ان الشخصية المصرية شخصية مرتبطة جدا بالأرض، الشخصية المصرية ليها مواصفات مختلفة بتتبع لبيئتها ونهر النيل وللزراعة وللجبال وللصحراء، هي متشكلة بالبيئة المحيطة بيها. كان عنده مليون حق لما قال ان اي حاجة تدخل على مصر بتاخد الشكل المصري. ابن خلدون يعني مؤسس علم الاجتماع لما برضو جه مصر في الزيارة وابتدى يدرس مصر قال لا يمكن أن تكون غير أن مصر أم الدنيا، فيها كل الحضارات، فيها كل الأجناس، وكل اللي بيدخل مصر سواء كشخصية مختلفة كجنسية مختلفة بيتلون باللون المصري. النهاردة هنصحح مفاهيم كتير، يعني أنا يمكن في ال10 دقايق قبل ما نطلع دلوقتي معاكم على الهوا اتكلمنا في نقاط كتير جدا انا بالنسبه لي كانت معلومات لاول مره. النهارده هنعرف ان ما ينفعش نقول مصر فيها حضارات كتير، دي مثلا مفهوم خاطئ. احنا عندنا حضاره فرعونيه، عندنا حضاره اسلاميه، عندنا حضاره قبطيه. اتضح ان الكلام ده كلام مش مظبوط لان الموضوع ليه تعريفات تانية، والنهارده هنعرفها من اهل العلم شخصيا. معانا الاستاذ احمد سليم مرشد سياحي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. ومعانا الاستاذ وجيه جمال سكرتير عام نقابه المرشدين، يا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اولا عايزين نعرف يعني ايه وعي حضاري، الكلمه دي كلمه كبيره وعايزين نفهم الناس يعني ايه الناس تعرف حضارتها وتعرف هي اصولها ايه في الاساس. هي حكاية الوعي الحضاري قصة شوية، لأن احنا ما تربيناش عليها، وصلت لنا من خلال نظم التعليم مفاهيم مختلفة. الحضارة موجودة من قبل المسيحية ومن قبل الإسلام، يعني لما السيد المسيح بنبدأ بيه التقويم بيبقى سنة 1 2500 قبل الميلاد، 2625 كان المصريين بانيين الهرم. بانيين الهرم يعني كان في حضارة. فالحضارة مش صناعة دينية، فما نقول الحضارة بيصنعها الشعب، فيبقى كل ما هو في مصر صناعة مصرية. فما اجي في مصر بقى اقول يبقى كل مراحل التاريخ المصري جزء من تاريخ الشعب ده، جزء من حضارته. فيبقى عندنا في مصر حاجة اسمها حضارة مصرية، جزء منها يبقى 3000 قبل الميلاد وجزء يبقى بعد الميلاد، مفيش فيها مشكلة. لو جينا نحلل كل النتاج الحضاري في مصر هنلاقي له نفس الخواص. يعني مثلا فوق الجوامع وفوق الكنايس اما بيخلص السور من فوق بيجي في حاجة كده بيسموها المسنمات، هنلاقيها كلها زهرة اللوتس او شكل هرم سقارة. في الكنايس زي الجوامع. فيبقى هنا الشكل ده ملوش علاقة بالديانة، له علاقة بتراث البلد. زي ما لما الناس بتغني الفولكلور بتاعها، فده ما جاش لا مع الإسلام ولا مع المسيحية. الفولكلور موجود من زمان. فكل ما هو موجود في مصر ده نتاج الحضارة المصرية في عصور مختلفة. كل عصر ممكن يبقى له صفة خاصة أو سمة خاصة بيه، بس هو في النهاية في إطار المصري. لو خدنا فكرة ان احنا نعمل الحضارة وفقا للديانة ونقول بقى حضارة اسلامية وحضارة مسيحية وحضارة مصرية قديمة، طب من البلاد التانية ما عملوش كده. يعني ما بنتكلم عن الهند بنقول الحضارة الهندية، بنتكلم عن الصين بنقول الحضارة الصينية، بنتكلم عن اليابان بنقول حضارة بنسميها باسم البلد. يعني اشمعنى لما نيجي هنا تبقى الاسلامية او المسيحية؟ اللي موجود في مصر حضارة مصرية. احنا عايزين نقول ان دي ميزه، دي ميزه، ما يقللش ده. لا بالعكس لا دي حاجه تضيف صحيح. لمصر انها ده العمق التاريخي بتاع مصر. يعني اما نيجي ندرس السلوك والعادات والتقاليد نعرف نرجع بيه ل 3000 قبل الميلاد. في ناس بيبقى اخرها 200 سنه وفي ناس بيبقى اخرها 150 سنه. فاللي موجود في مصر ده، وهنفاجئ انه حتى على مستوى القيم والاخلاق كان موجود كله في مصر قبل كده، ما هياش اول مره. يعني لو قلنا مثلا مصطلح العصر العثماني وبعدين نقول العصر القبطي، تقسيم سياسي يعني مش حضاري. ده تقسيم سياسي، لكن ما نقولش حضاره قبطيه حضاره اسلاميه. لا، حضارة ده كلام مصرية. غلط، لان لو درسنا عناصرها كلها هنلاقيها مصريه. ولو شفنا الزخرفه اللي على ابواب الجوامع هي اللي على ابواب الكنائس، بيزيد بس ان في
كنيسة بيحط صليب. حضرتك بتقولي كمان الجوامع اغلبها من تصاميم الجوامع أقباط. القديمة المصممين بتوعها في غالبيتهم مسيحيين أقباط. وبالمناسبة قبطي يعني مصري، اللي موجودين في مصر كلهم أقباط. كلنا اقباط. كلنا أقباط. صحيح. ففكرة يعني لو خدنا كده في إطار اللي بيسموه الحضارة الإسلامية الكبيرة، في مراكز حضارية. لو الدين هو اللي بيصنع الحضارة كان بقى أكبر مركز حضاري في الجزيرة العربية. إنما المراكز الحضارية كانت في مصر وفي العراق وفي إيران، اللي هي البلاد اللي فيها في الأصل حضارات. صحيح. اللي خارج منها اصل اللي الحضارات خارج في منها أصل العالم الحضارة. كلها، يعني بيقولوا ان احنا كلنا اصلنا افريقي. يعني ده موجود في الدين ده متحف موضوع إيران سماوي ما الألماني. ندخلوش في مواضيعنا. يعني ده نصوص هي مقدسة معاملات بتيجي من ربنا. افصلوها بقى عن انما الحضارة ده تاريخ الشعوب، ما ينفعش نعمله. كويس. حتى على مستوى اللغة، يعني أول قاموس للغة العربية وأحسن قاموس لحد دلوقتي بتاع لسان العرب لابن منظور. ابن منظور ده مصري، رغم إن اللغة العربية لغة وافدة مش لغته الأصلية. ما اتعملش في شبه الجزيرة العربية. لو القصة إن الدين هو اللي بيجيب الحضارة، كانت بقت الجزيرة العربية أكبر مركز حضاري، وهي اللي طلع منها الأزهر هناك، وهي اللي يطلع منها اللغة والفن والكلام. طيب، يعني أستاذ وجيه، فكرة إنه نعمل وعي حضاري ده بيستلزم أمور كتير جدا، والموضوع محتاج نوع من التغيير الجذري. يعني زي ما بيقولوا كده، نجيب من القرار زي ما بيقولوا. احنا بداية من التعليم، وانا عارفة ان الموضوع لازم يدخل فيه عدة وزارات كمان، مش بس وزارة التربية والتعليم، لازم يكون فيه وزارة الثقافة، ويكون يعني متفرع ومتشعب. ازاي ممكن نعمل فعلا حاجة اسمها وعي حضاري اللي منبثق منها، وعايزين ندخل في تفاصيلها برضو، ان في حاجة اسمها وعي اثري، فعايزين نتكلم عنها. اولا احييكي على المقدمة الهائلة وذكر استاذنا جمال حمدان. ومصر هي بالفعل الموقع الموضع. مصر فيها متغيرات وهي غيرت. ولما ناخد على نفس المستوى اللي احنا كنا بنتكلم بيه واللي كان بيتكلم بيه الاستاذ احمد من شويه، يبقى احنا لما نيجي نعمل منظوم للتعليم يتكلم ان انا هصنع جيل جديد عنده وعي بحضارته، يبقى انا لازم اشارك زي ما حضرتك قلتي بالظبط عده جهات. يعني ما ينفعش اروح لواحد بتاع تاريخ بس واقول له عايزين نعمل منهج عن التاريخ في الجزئيه الفلانيه، فهو بيتكلم من منطلق تاريخي بحت. كويس، او منطلق جغرافي بحت. كويس. احنا بنتكلم عن حضاره. يعني ما ينفعش يكون انا عندي الاطفال في فرنسا وفي انجلترا وفي اوروبا كلها النهارده بيدرسوا ماده اسمها الحضاره المصريه، وانا عندي بيدرس حاجه اسمها التاريخ العثماني، او التاريخ محمد علي، او التاريخ المصري القديم، او التاريخ الاسلامي، او التاريخ القبطي. كويس. هي لازم يفضل الموضوع هو انا بدرس التاريخ المصري فقط، ولكن التاريخ المصري في عصوره المختلفه او الحضاره المصريه. وعلى هذا الاساس انا يتم تشكيل المنهج اللي انا بعرف الطالب من سنه اولى ابتدائي ان ده امتداده، ده تاريخه. فهو بيطلع متشبع عارف ان ايا كان هو ده تاريخه. فعلشان كده حتى المدرس اللي يعني مشكوره وزاره التربيه والتعليم بتعمل رحلات تثقيفيه للاولاد، وياخدوا الاولاد يروحوا المتحف المصري. واحنا بنشتغل كمرشدين سياحيين، بنسمع بعض المصطلحات اللي بتيجي خارجه من المدرسين بتوع المدارس. هو ثقافته غصب عنه، وهو بيقول للاولاد يا اولاد بصوا على التمثال الفلاني، بس هو مصطلح تمثال مش عنده، فبيقول لهم ايه؟ بيقول لهم بصوا على الصنم الكبير دوت. الطالب يسمع كلمه صنم وهو مش عارف معناها ايه، وبعد كده نيجي لا، هو بعد كده عارف معناها، هي الصنم عنده في تعريفات كفره يعني هو على ما طول. هو ده بقى احنا بنرمي في اللاوعي عنده. يجي بعد بالظبط. كده في ذكرى مثلا الهجره النبويه وبيتفرج على التلفزيون، فيجي الفيلم يسمع الشهير كلمة صنم. ويجي يبص يلاقي الاصنام وتحطيم الاصنام. فانا رميت عنده في الوعي ان كلمه صنم اللي اتقالت له في الرحله من فتره، عملت له ثم غسيل بعد مخ كده بسيط. شاف الفيلم، ثم لما يكبر بيقتنع بفكره ان هذه الحضاره لا تمثله ودي مش بتاعته. كويس. هي كلمه اترمت في اللاوعي اثمرت عندي جيل بعد كده طالع. ده الفرق لما تقعدي تتكلمي معاه ان بص يا حبيبي اجدادنا زمان عملوا كذا. كويس. اجدادنا عملوا كذا.
بعد كده بقى بقيوا مسيحيين، بقيوا مسلمين، بقيوا يهود، مش هي دي التغيرات القضيه. اللي حصلت. كويس. بس هو ده امتدادنا، وده الوعي بتاعنا. فعشان كده زي ما حضرتك قلتي بالظبط، لما نيجي نشكل منهج لازم بيتناولوا من هذه الجزئيه. لازم مجموعه تقعد مع بعض وهم بيقولوا احنا عايزين نبرز ايه في الجزئيه هل في خطه موضوعه لفكره يعني انا عايزه بس ابتدي من التربيه والتعليم، لان دي اهم حاجه. زي ما حضرتك قلت، الطفل ده لو شكلناه صح كل حاجه هتتظبط بعد كده، وهيبقى فيه بقى انتماء. بالمداخله هنا هي البدايه او وجهه النظر ممكن تبقى غريبه شويه، بس اول حاجه ان احنا نبلغ وزاره التربيه والتعليم ان جوتنبرج اخترع المطبعه. لان قبل اختراع المطبعه كان مهم جدا حفظ العلم، فكل نظم التعليم اللي كانت موجوده قايمه على الذاكره، ان انا بحفظ عشان العلم ده ما يفقدش. وعندنا حتى من الألقاب، يعني هنلاقي في المفسرين ابن كثير اسمه الحافظ ابن كثير. الحافظ ده لقب مش اسمه. حفظ أحاديث كتير قوي، كذا ألف حديث، فبقى اسمه الحافظ. بعد اختراع المطبعة الكتب رخصت وبقت موجودة، والكلام ده بقى موجود في الكتب. فحرام تستغلوا دماغ العيال في انها تقعد تحفظ. نظام التعليم بقى يقوم على الاستفادة من العلم. العلم موجود في الكتاب، فنحلله ازاي، نستفيد منه ازاي، نعمل بيه ازاي. عشان يبقى الكلام محدد، هدي مثال واضح قوي من التاريخ. ما بيجوا يدرسوا تاريخ مصر بيدرسوا ان هرم سقارة بناه الملك زوسر، وان كان عنده المهندس امحوتب. طبعا بننطق اصلا 3/4 مش مشكلة، مش هنقف عند دي، يعني حاجة مش هنقف عند دي. تمام. بس بيبقى المنهج عبارة عن ايه؟ مجموعة داتا بيحفظها وخلاص. ما بيفهموش مثلا ان امحوتب ده كان رئيس الوزاره، وان ابوه كان بنا، وان النظام زمان كان قايم على الكفاءه. فيبقى مش اللي ابن الملك يبقى رئيس وزاره او الامير الفلاني يبقى رئيس الوزاره، من يصلح. فابن البنا يبقى رئيس الوزاره، وابن زوسر ما يبقاش رئيس الوزاره. واربطه بالحياه العمليه، يعني الناس دي كانت زينا، مش قصص خرافيه وبعيده عننا. تمام. فالمعلوماتيه هنا وان الناس دي مش مجرد ارقام ومعلومات وتواريخ، وان في اسس، حاجه اسمها اسس دوله، واساس الدوله الكفاءه. ما هو ده اللي احنا دي يعني معلومه داخله في وسط بس انه بناء الهرم، بناء الهرم بس. وفي بقى زي كده كتير قوي، يعني ممكن نجيب مليون حكايه زي القصه دي. بس عايزه خبراها يعني، وما اعتقدش ان انتوا ممكن تمتنعوا على انكم تدوا المعلومات دي علشان الولاد، لان مش بس فكره انه مرشد سياحي فعنده كميه معلومات كبيره، لا دي عايزه واحد يقول ازاي تخش على سيكولوجيه الطفل بحيث انك تعمل له انتماء. يعني هنقول جدليا احنا عندنا عدد من المرشدين يعرف يعمل ده. ده هيساوي ايه قدام ان الطالب في النهايه لازم يذاكر المنهج المدرسي بالشكل اللي هو مكتوب بيه عشان ينجح ويجيب درجات. هي دي الاشكاليه. فهو لسه في نظام تعليم ما قبل جوتنبرج. لسه في عصر ما قبل الطباعه. لسه عندنا احنا لسه بنحفظ. صحيح. دي بقى التجربه بتاعتي اللي انا كنت بعملها بنتكلم عليها من شويه، ان انا ابني طالب في مدرسه. تمام. ابوه مرشد سياحي وامه مرشده سياحيه. تمام. ومش مرشدين وبس، لا عاشقين للتاريخ. فالولد طالع من صغره بيسمع قصص، فنما عنده حب سماع القصص. من ضمن القصص اللي احنا بنتكلم عليها بنتكلم عن مصر. فلما دخل المدرسه درس حاجه بتتكلم عن منف والهرم وزوسر، فابتدى يجي يسال، يقفل الكتاب، يا بابي النهارده بقى لا احكي لي انت الموضوع، يا ماما احكي لي الموضوع. كويس. كان اول اصطدامنا ان احنا بنحكي بشكل والمنهج التعليمي بشكل مختلف. فابتدينا بعد كده مختلف لدرجه انه غلط، ولا مختلف انه زي ما حضرتك قلت انه احيانا بيبقى غلط. كويس. المعلومات بتبقى متنوعه. يعني استاذ وجيه بقالها كتير مناهج التاريخ ما اتغيرتش ولا؟ هي في بعض مناهج قديمه وفي بعض مناهج لا هي حديثه، ولكن هي زي ما ذكر مستر احمد من شويه ان هي بتاخد الموضوع من منطلق تاريخي. فاللي بيعد هذا بيعده مثلا بندور على الاستاذ الكبير المتخصص في التاريخ، اللي هو ممكن يكون متفرد في جزئيه واحده، ولكن ما بيتكلمش على الموضوع من مختلف الجوانب بتاعته. فاصبحت انا شخصيا النهارده بتعامل مع ابني الاول انت ذاكر وحل في الامتحان، وفي الصيف احنا عندنا وقت طويل نتكلم فيه نحكي عن قصه الحضاره.
لما ابني كبر شويه وعرف ان في فرق اللي انا بقوله عن اللي هو بياخده في المدرسه، فابتدى ان هو وهو قاعد يذاكر يقول لي يا بابا هعمل ايه، اقول له ذاكر، بعد ما يخلص مذاكره يجي يقول لي بقى احكي لي اتكلم. الحدوته. كويس. كلمه الحدوته هي دي اللي احنا عايزين نوصل لها. ولهذا لما الاستاذه منى ابو النصر عملت مسلسل بكار، الناس كتيره عرفت المعابد وعرفت الكتابه المصريه القديمه، وعرفوا كتير عن التواريخ، وبقي الطلبه لما يخشوا مدارس النهارده بيخشوا رغم ان في نقد بشكل شويه مختلف. على الكتابات في طبعا. بكار تحديدا، ان كان في برضو اخطاء شويه في السرد او في بعض المعلومات. طبعا دايما في العمل الدرامي بيختلف عن الواقع. أيوة. ولكن احنا يهمنا توصيل الهدف. معلومات. وعشان الحياه ما تبقاش جامده، احنا كان لينا تجربه لما مرشد سياحي بيصاحب اولاد المدارس وهم رايحين يزوروا الهرم. بنعمل ايه؟ كويس. احنا بنعمل فكر جديد، وده اللي بنطالب بيه وزاره التربيه والتعليم، ان احنا المرشدين السياحيين يعملوا رحلات تدريبيه للاولاد. المنهج احنا ملناش دعوه بيه. ولكن لما نروح مثلا عند الهرم، نقول اللي شاطر في الشعر يكتب لي قصيده عن الهرم، اللي شاطر في التمثيل يعمل لي القصه شاطر في دي الرسم يرسمه يعملها، حلو اللي شاطر في الرسم بشكل مختلف. يرسم الهرم. يبقى انا هنا بطلع الابداع بتاعه وربطه بالحضاره المصريه. صحيح. وبروح، والكلام ده تم تجربته مع بعض المدارس ونجح وطلع ابداعات. يبقى هو الولد حاسس ان هو ده نوع مش تاريخ وفقط ان هو بيذاكره عشان ينجح فيه، لا ده حاجه هو بيحبها وبيبدع فيها. والنتيجه بيبقى عندي واحد بيتغنى بالحضاره المصريه كويس وبالانشوده بتاعه النيل او انشوده الهرم، وواحد بيعمل معزوفه موسيقيه خاصه للهرم، وحد بيقعد يرسم لي رسمه بيقول الهرم. مش هتفضل طول عمرها رسمه الهرم هو الهرم وقرص الشمس والجمالين والنخله اللي هي مش موجوده جنب الهرم، اللي هي موجوده بره واللي هي موجوده في كل وكأنها حته. هي دي بس مصر. لدرجه ان احنا لما بنيجي نشتغل مع الاجانب دايما بيحسوا ان احنا رايحين نزور الهرم، يعني احنا رايحين صحراء، فالبلد كلها صحراء. كويس. بالظبط. فهو مش متخيل مصر غير كده. مم. فلازم لا الصوره دي تتغير، واحنا لازم نبتديها. التغيير ده لازم يطلع من عندنا احنا، واحنا بنطلب يعني افساح المجال شويه ان احنا نوضح الصوره دي. واعتقد ان دي مصر محتاجاها بعد اللي احنا شفناه السنوات اللي فاتت، ان احنا لازم نلعب على تغيير المفاهيم، والناس لازم تفهم حضارتها وتاريخها بشكل افضل. مفيش محاولات ان تدخلوا تعديلات على المناهج بشكل زي ما حضرتك بتتكلم؟ لان اللي حضرتك بتتكلم فيه ده مش بس ارشاد سياحي او معلومات سياحيه او معلومات، انا قصدي ثقافيه من ناحيه حضارتنا، ده كمان في ناحيه زي ما قلت سيكولوجيه، وفي ناحيه ازاي نتعامل مع الطفل، ازاي نعلمه الانتماء، كل دي بطرق غير مباشره. فهل في كلام عن بامانه احنا اول امبارح كان عندنا تطوير لقاء المنهج، مش هنقول تغيير، كان عندنا لقاء بين نقابه المرشدين السياحيين والدكتور ممدوح الضمطي وزير الاثار، والوزاره عامله شغل هايل في هذا المنطلق، واعدوا كتابين هيتحطوا في المناهج التعليميه يتكلموا عن مصر من الناحيه الحضاريه والاثريه. بس احنا طبعا يعني لم تتح لنا الفرصه ان احنا نشوف ايه اللي مكتوب فيهم. دي خطوه ايجابيه. يعني الكتب ايا كان المحور بتاعها والفحوى كويس، لما يجي يتكلم عن تاريخ وحضاره واثار، وان يبتدي يخش المنهج ده في المدرسه كخطوه اولانيه، ده شيء كويس. ثم بعد كده نبتدي نطور منه، ده يبقى شيء اجمل. ثم نطبق الكلام ده ونربطه على ارض الواقع برحلات مدرسيه. مش طالع ياخد سندوتش وياكله في الاماكن الاثري، لا هو طالع يتفسح وطالع ان هو يشوف كل حاجه ويرمي ورقه. ده بتبقى يعني شوفي حضرتك لما بيبقى معايا حد جاي من اوروبا وبيحلم ان هو يشوف مصر، وبعدين يجي مصر يلاقي المصريين ما عندهمش نفس القدر من الاهتمام بالاثر، او يلاقي الاثر نفسه مكتوب عليه او مهان بالشكل ده، بيعمل ايه بقى؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، احنا بنخش مكان مثلا ما فيهوش تصوير، شكل حضرتك حزين طبعا لما اخش مكان مثلا، يعني القانون بيمنعني ان انا اصور، او اللائحه بتقول ما فيش تصوير في المكان ده، ونقول ما فيش تصوير، وبعد كده بنلاقي ان المصريين بيصوروا كويس. فتخيلي الخواجه يقف يبص لك كده ويبص اللي بيصور ويبص لك، يعني انت فهمي، خدي رساله طبعا. لما تيجي داخله مسجد محمد علي وبعدين في تعليمات بتقول ان محدش يخش بالحذاء كويس، مش المسجد بس بل من الجزء الخارجي. فارتبط عند المصري اللي داخل المسجد ان هو ما بيحطش الحذاء على السجاده فقط. فهو شايف ان الجامع بالنسبه له رخام، فايه المانع ان هو يمشي بالحذاء هنا اهوت كويس. فلازم تحاولي تعدلي له الفكره بتاعته.
في الاعياد هو داخل ومعاه الوكمان او الكاسيت وداخل الجامع ومعاه الكوره وبيخش الجامع بيبص ويخرج، فبتحاولي تفهميه ان ده مسجد. هو مش قادر يفهم ان ده جزء من المسجد، لان هو المنطلق بتاعه الوعي اتصمم ان هو لما يجي داخل المسجد بيلاقي باب وبيخش ده بقى مسجد. لكن الشكل بتاع المسجد بتاع محمد علي مختلف شويه، فهو مش قادر يستوعب ان ده مسجد. كويس. وهو دي الجزئيه اللي احنا بنتكلم فيها، ان هو يبقى فاهم المنظور يعني الحضاري المكان ده كله كمان مش بس متكون مسجد، ده هو ازاي. مكان اثري، يعني هو مكان، هو قطعه من حضاره، فبالتالي ليه احترامه كمان، بجانب ان انا طبعا. ليه يعني كاسلام وكاحترام الاسلام وانه مكان مقدس، لكن كمان ليه قدسيته هو كاثر. الإعلام تعامل إزاي مع الآثار؟ هو الوعي بيتشكل من هنا. كل الأفلام اللي جات فيها آثار جم يا بيغنوا فيها يا بيرقصوا يا بيكتبوا على الحيطة. فهو ده قصد حضرتك ايه يعني؟ يعني من واضرب لي أول مثل. أجازة نص السنة اه اه هتلاقيهم بيتمرجحوا على طوبة أثرية كده، قطعة حجرية في الكرنك، وبيتمرجحوا رغم انه عليها. ممكن يكون فيلم حلو، حلو لكن وجميل. للاسف هايل. الشديد بدون رائع. قصد اه تم اما تشويه راحوا فكره معبد احترام حتشبسوت كل اللي عملوه في حتشبسوت انهم الاثر غنوا يعني. ورقصوا. اه فالوسادة الخالية وسميحة وبتاع ويعمل قلب اه اللي هي مع. الحاجات اللي توارثتها اجيال، ما هي ده رغم انه فيلم رائع رغم ان وزمن الفيلم جميل، جميل. لكن تم تشويه فكره احترام الاثر او يعني كده. فكرة الوعي هنا، اه الوعي اه الحضاري ما كانتش موجودة فيه. فالموضوع محتاج ان يتعمل شغل على فكرة الحضارة يعني. اظن آه، لو درسوا بس ازاي المصري القديم كان بيحترم، او آثار اجدادنا أجداد. المصريين بقى، بما اننا اه هنتكلم على ان اه احنا متواصلين ومتصلين وان احنا امتداد، يحترم نهر النيل. يعني انا لو علمته بس ازاي كان بيقدس نهر النيل، على ما اعتقد هيرتبط زي ما حضرتك قلت بطريق غير مباشر انتمائه لكل حاجه، فيخاف عليها يعني. ما هو يعني الموضوع مش مش لازم يذاكر التاريخ عشان ينجح. هو لازم يعرف حضارة بلده عشان يحبها. يتعلم، عشان وعشان يتعلم من يحبها الناس دي. صحيح ويفهمها. اما يحبها يقوم يحترمها. صحيح. انما هو اللي علق في ذهنه ان هو رايح يتفسح، رايح يلعب، رايح رحلة. مشكلة انتماء على فكرة مشكلة كمان. انتماء. يعني حضرتك طبعا فتحت الفايل بتاعك ومجهز حاجة معينة حضرتك حابب تقولها. كمثال بسيط من ضمن آلاف الأمثلة، يعني مفيش خلاف على سمو المبادئ والأخلاق والقيم الدينية اللي جات مع الإسلام ومع المسيحية ومع الديانات السماوية كلها. بس مش معنى كده إن القيم دي ما كانتش موجودة قبل كده. لو ناس اتعلمت كده في المدرسة هتبقى الحضارة حضارة إنسانية، مش حضارة كفرة وبعدين جم الناس الكويسين. ففي هنا مثال، في واحد من الحكماء المصريين القدامى، وبالمناسبة كان رئيس وزارة، يعني برضو لازم تبقى في ذهننا التايتل بتاعه النقطة دي. يعني عمله عمل. وظيفته. وقايل كمية حكم كتير جدا، هاخد منها واحدة بس. لأن هنلاقي إنها بتتشابه قوي مع نصوص دينية موجودة عندنا. تمام. بيقول: لا تأكل الخبز إذا كان هناك آخر يتألم من عدمه دون أن تمد إليه يدك بالخبز. مش احنا ممكن نقول زيها كده: ليس منا من بات شبعان وجوره جائع؟ لو بدأنا نعمل ربط للتلاميذ والطلبة في المدارس بأن الحضارة دي الأساس فيها القيم والأخلاق، مش الأساس فيها العنف. في موروث كده بيحاول يرسخ في ذهننا فكرة ان فرعون يعني الجبروت، في حين ان كلمة فرعون معناها عمود البيت، اللي شايل البيت. فنرجع الاشياء لاصولها. هي ممكن يكون ده بقى عند الناس ثقافة، يعني القرآن الكريم على اساس فرعون موسى انه طغى، هو اتكلم هو على شخص الوحيد واحد. هو الوحيد انه طغى، لكن بقية بقية الملوك الناس ما ومش كانش هنخش طبعا، في بالعكس كانوا جدالية فيهم هو ناس مين عظام وامتى، يعني. بس هو اتذكرت حالة وحيدة في 3000 سنة. واتقال انه طغى، ايوه. يعني ده اللي خرج عن الصف، يعني معناه ان هو اللي مختلف. المثل او الحكمه اللي كنا بنقولها بتاع حتب دي من الاسره الخمسه في الدوله القديمه. يعني بنتكلم حاجه مثلا اللي هي اياح حتب، قصدي حضرتك؟ بتاع حتب. المقبره بتاعته في سقاره. طب لو الناس دي كده راحت طلبه مره المقبره صغيره، بس لو راحوا مش لازم يخشوا يكسروا الدنيا زي ما عملوا في المتحف، وقبل ما يخشوا اتشرح لهم مين ده،
وتقال لهم كده شويه كلام من بتاع حاتم هيفهموا. فالقصه محتاجه يعني اكتر من جهه يشتغلوا فيها، وكل من هو قادر على المساعده يساعد. بس بتبقى الاشكاليه دايما نظام التعليم ما بيسمحش بده. يعني احنا ما عندناش اشكاليه خالص ان احنا نروح نعمل محاضرات في المدارس، وعندنا الماتيريال اللي هنقوله، وعندنا الناس اللي هتعمل ده. بس هل المدارس مستعده لده؟ ده سؤال. هل هم عندهم مكان؟ هل عندهم وقت؟ ده هو عايز يخلص والله عشان المفروض في نخلق وقت، يعني لو مفيش وقت نخلقه، لان دي حاجه، ده انا بربي طفل ما هي هيطلع. المدارس ما بتربيش، المدارس بتخرج ناس بيجيبوا نمر. هي دي ما احنا الاشكاليه. بنحاول نغير بقى، اه يعني احنا بنلعب على انه الفتره القادمه تبقى مختلفه تماما عن العصور السابقه يبقى لازم بالنسبه نبلغ وزاره التربيه والتعليم. طب انتوا بتتواصلوا بالنسبه للنقابه مثلا؟ هل بيتم التواصل مع وزاره التربيه والتعليم انه يا جماعه ارجوكوا احنا عندنا استعداد ان احنا نقدم خدمات سواء بقى بمقابل او بدون؟ لا بدون مقابل. طيب ما عندناش، يعني اذا لان خدمه مقدمه بالمجان وخدمه عظيمه. دائما وابدا دي رغبه موجوده عند المرشدين السياحيين اللي بيشوفوا مدى الاعجاب في اعين السائحين بالتاريخ المصري. بيبقى عندهم الرغبه الملحه ان هم يعملوا كده مع اخواتهم واولادهم المصريين، ودائما بيلجأوا لوزاره التربيه والتعليم، بيرفعوا توصيات او كتابات ليهم عايزين بعد اذنكم نحط ماده اسمها الوعي السياحي، الوعي الاثري، الوعي الحضاري، واحنا عندنا الاستعداد ان احنا ننزل ندرس الماده دي ولو حصه واحده اسبوعيا لفتره محدده، مثلا مش لازم طول السنه. كويس. تبقى حاجه ونعرض عليكم مركزه. المنهج بتاعهم. احنا هنتكلم عن الوعي. يعني شوفي حضرتك، لما نيجي نقول الفتره اللي فاتت احنا عانينا من عدم انتماء البعض لمصر كدوله. كويس. بينتموا الى فكره او الى مذهب او الى اتجاه سياسي اخر. علشان تصنعي جيل يؤمن بمصر وولاءه لمصر فقط، لازم تلعبي على الحته دي بتاعه الوعي الحضاري. طول ما انت بتتكلمي معاه بتشعريه بالوعي الحضاري. يعني المصريين في فتره من الفترات كانوا يعرفوا فقط ان هم دوله عثمانيه. ولما جينا نابليون بونابرت كده بذكاء شديد وعمل لهم المنشور بتاعه، وراح بعت لهم المنشور كتب فيه كلمه دي السبب اللي خلت نابليون بونابرت القائد الاعظم يتهزم في مصر. لما كتب لهم قال لهم يا ايها المصريون. يا ايها المصريون، ايه ده؟ احنا مصريين. كانوا نسيوا الكلمه دي بقالهم قرون، هم فاكرين نفسهم تابعين للدوله العثمانيه. فصح فيهم الوعي بتاعهم ان هم متفردين، ان هم مصريين. ولهذا ابتدوا يبصوا لنابليون والعساكر بتاعه بمنظور مختلف. الناس دول مش عاداتنا، الناس دول مش تقاليدنا، الناس دول حياه تانيه خالص. فبالتالي لفظوا نابليون. ولهذا نابليون قعد 3 سنين في مصر في حرب، كويس، نتج عنها مشاكل كبيره، وبعدها مشي الفرنسويين. كويس. فهي دي انا لازم احط رغم ان على المنظور ده. رايك الفتره دي حاول ان هو يتلون ويتشكل باشكال مصريه ويحاول يدخل في وسطهم وحاجات كده، لكن لم ينجح. ولكن هو جه على الحضاره بتاعتهم. يعني زمان كنا بندرسها كده في التاريخ، من اسباب الثوره الاولى للشعب المصري ضد نابليون هدم ابواب الحارات. يعني ايه ابواب الحارات؟ يعني هي المشكله بتاعت الناس دي. ازاي القصه بتاعتهم في باب، لا القصه بتاعتهم ان هو حاول يغير الكينونه بتاعت المصريين. هم ناس كانوا بيحسوا بالامان لما يقفلوا الباب في المساء ويقعدوا قدام البيوت يتكلموا كعادات مصريه. هم حسوا دلوقتي ان مفيش نوع من انواع الامان، الباب الكبير الواسع، الشارع الواسع. فهو عايز يلعب في المنظوم الحضاري بتاعهم او من فكرهم، بغض النظر هو صحيح او غلط. في الوثائق الفرنسيه بيقولوا ان هو كان عايز الشوارع تبقى واسعه علشان الهواء والشمس تخش. كويس. بس هو ما فهمهمش وعايز يعمل ايه. استاذ احمد كان بيتكلم على الاعلام ودور الاعلام. طبعا مش عايزين نبقى بنقول كل افلامنا كانت للاسف شديد بتحاول. هل في فيلم معين، انا مش عارفه ليه جاي في دماغي مثلا فيلم الموميا، يعني من الافلام، طبعا الافلام العظيمه. هل فيلم زي ده، والفيلم ده الحقيقه مش عارفه ليه ربطني بمصر رغم انه لغه عربيه فصحى وفيلم تقيل كاخراج، 100 جايزه عالميه. طبعا كان بيرسم الكادر كادر، كان يرسمه وهو كمان كان فنان مبدع، فكان يرسم الكادر قبل يرسمه بالالوان ميه وبتاع قبل ما يبتدي يصوره. يعني الموضوع كان درسه قعد كتير، وكان هيعمل لنا فيلم اخناتون لكن لم يقدمه. يعني ربنا سبحانه وتعالى، شادي عبد السلام كان معجزه. محدش تاني عمل فيلم عن مصر بالقوه دي، عن مصر. عن يعني مصر.
جوهر الفيلم مصر باستثناء شادي عبد السلام. وبعدين الشخصية المصرية رسمها تحترم، يعني ذات قيمة. الفيلم ده فشل جماهيريا لما اتعرض تجاريه. وفشل تجاريا، وكان بتاع مهرجانات بس. خد 100 جايزة في بس هو المهرجانات. طبعا مع الوقت الفيلم ده عمل نتيجة جيدة بس هو الله يرحمه شادي عبد السلام عمل ايه؟ لو حبينا نعرف هو عمل ايه كويس، هو عمل حاجه جميله. هو درس يعني حتى اللغه المصريه القديمه وابتدى يدرسها. ولهذا النهارده لما تروحي مكتبه اسكندريه وتشوفي الموروثات بتاعت شادي عبد السلام في المتحف المعروف باسمه هناك، هتلاقي ان في الكتب بتاعته اللي كان بيقرا فيها علشان يعد هذا الفيلم. فهو راجل قدر يدرس الحضاره المصريه القديمه عشان يخرج بهذا الابداع. لا نختلف طبعا الافلام اللي اتعملت زي اجازه نص السنه، الافلام بتاع نص السنه، الافلام دي كلها جميله. كانت تجنن احنا ما طبعا، بنقولش بس ان الفيلم هي فيه عيب، بس من هو بطريقة غير لم مقصودة. يخرج عن الناحيه الثانيه. لا لا، فيلم رائع، بس لم يخرج عن الناحيه الثانيه. فيلم بيوريني منظور المعبد الفرعوني كويس، وفي من حد خلال مهتم قصة بالحضاره حب ومن بتاعته خلال كل حاجة، لكن كويس. أشوف بلدنا بشكل صح. كويس يعني ان هو يعني يهتم بالحضاره. احنا بنتكلم ده كويس. لان زي ما حضراتكم بتاكدوا فكره ان الاعلام كمان دوره مهم جدا. افلامنا وبرامجنا لازم يبقى داخل فيها في كل حاجه، يبقى داخل فيها الاثار بتاعتنا واحترامنا لبلدنا ولحضارتنا المتواصله المتصله دي. طيب احنا عايزين نتكلم كمان عن يعني هو ممكن تكون حته بعيده شويه، لكن فكره ترويج للسياحه، فكره ازاي نشجع سياحه تانية، السياحه الاسريه، انه الاسره تتجمع وتروح، بدل ما هي يقول لك لا اصل انا معيش فلوس فانا مش رايح في الحته دي. يعني عايزين نتكلم عن حاجات كتير جدا، فكره تنشيط سياحه. بس هروح لفاصل ونرجع تاني. رجعنا لكم مرة تانية. بنتكلم النهاردة عن وعينا الحضاري، ازاي نعرف ان احنا امتداد لأجدادنا. ممكن يكون تغيرات كتير حصلت لكن يبقى المصري هو المصري. واذا كان دلوقتي المصري اختلف عن زمان، فكمان بيئتنا نفسها اختلفت عن زمان. زمان كنا بلد زراعي، دلوقتي احنا بلد نوعا ما بقينا اسمنت، يعني حوالينا كل حتة بقينا اسمنت. فاحتمال كبير نكون بنتغير نتيجة البيئة اللي اتغيرت حوالينا. لكن احنا عايزين نقول ان احنا اصولنا عريقة، اصولنا رائعة، عايزين نرجع لاصولنا. وده اللي احنا بنقوله، لو انت اتعلمت حضارتك كما يجب هتعرف ازاي تعيش حياتك مستقبلا، وبلدك اكيد هتنمو مع الوقت. يعني ضيوفنا الاعزاء، احنا بنتكلم على فكره ترويج السياحه وتنشيط السياحه، وازاي مش عايزين نقول بقى ان احنا هنرجع السائح اللي بره. السائح اللي بره دلوقتي ما بقاش يدور على اثارنا خلاص، دلوقتي بقى بيدور على، يعني قليل بقى بيدور على انه يروح شرم الشيخ، يروح الغردقه، يروح اماكن بعينها، وما بقتش السياحه الاثريه كما كانت. ازاي نرجع تاني اولا السايح يحب الاثار ويشوفها بشكل مختلف، ويرجع تاني يبقى عايز يشوفها مره واثنين وثلاثه. وازاي كمان اهتم بالسياحه الداخليه ومن خلال رحلات وغيره وتذاكر بسيطه بتدفع، ان الولد الصغير يشوف بلده كانت عامله ازاي. يعني عشان نحل اشكاليه السائح الاجنبي، احنا مش عارفين نمشي في بلدنا، مش عارفين نمشي في شوارع. ما هو انا ما ينفعش اجيب سايح واركب اتوبيس واقعد ساعتين رايح الهرم. ففي اشكاليات لازم تتحل. يعني انا الفضول خدني مره ليه اسبانيا بيروح لها، كان ايامها 35 مليون سايح. فرحت اشوف، مش رحت على حسابي، رحت كنت معزوم اشرح جوامع لمجموعه الماني كانت معايا هنا في اسبانيا. فرحت قلت اروح اشوف بيعملوا ايه. ما بيعملوش اي حاجه، بالعكس احنا عندنا خدمات كتير كويسه،
الناس بتتكلم كلها لغات كويس، حتى البياعين في اي مطعم تخش هتلاقي المنيو موجود على الاقل إنجليش بالانجليزي وبالعربي. بالفرنساوي، يفط الشوارع بالانجليزي وبالعربي، اسبانيا كله بالاسباني. كمان اه يفط الشوارع، المنيو في المطاعم، اي حاجه، محدش حضرتك بيتكلم. شايف دي ميزه ولا عيب؟ انا شايفها عيب، آه. بس بيروحها ناس كتير عشان ممكن اركب الاتوبيس عادي جدا، اتوبيس محترم وكويس اللي الناس بتركبه وبيبقى رخيص، واروح اي حته. الخدمات العاديه اللي متوفره بمستوى كويس. طيب لو انا مش هقول يعني في اي مكان اثري يخطر على بالك وحد عايز يروح الحمام، دي عندنا مشكله. فالاهتمام بالاثار وبالسياحه الاثريه موجود، وممكن يجي ويدفع اكتر، بس ايه الخدمات؟ ما يحيط بقى دي. ما يحيط. احنا بقى عندنا اللي ما يحيط ده هو اللي بيبوظ السياحه. يعني جربي حضرتك اركبي العربيه وروحي الهرم، شوفي وانت طالعه الهرم من اول فين هيبداوا يوقفوكي، من قبل المينا هاوس. ولو عرفت تطلعي الهرم كده شوفي كم المضايقات يعني والناس مدعيه مرشدين سياحيين دي كتير جدا. يعني يقول لك انا هعمل لك تور، انا هاخدك مش عارفه اوريكي ايه، وهو اصلا ما فيش هي يعني هي ثقافه القصه كلها ان مفيش حاجه منظمه. يعني ايه؟ كل حاجه لها نظامين او ثلاثه. هركب تاكسي من المطار، عندي 3 4 انظمه للتاكسي. هاخد ليموزين ولا هاخد التاكسي الجديد ده، ولا سوري ايا كان، ولا هاخد تاكسي ابيض واسود، وده بكام وده مفيش حاجه واضحه، مفيش حاجه. فعشان نقول عايزين ناس يجوا، الاثار جميله بس هو ماشي في وسط البلد. لو انا رايح سقاره دلوقتي البامفلت اللي بيتعمل اللي يقول معلومات ده شركات السياحه الاجنبيه هي اللي عاملاه، يعني عامله كتيبات تقول مثلا سعر كذا لو خدت تاكسي مكان كذا كذا، ده هو اللي عاملين، هم اللي عاملينه، مش مصر اللي عاملاه، فبالتالي بيبقى يعني في الهرم عملوا تواليتات جميله جدا وكويسه. كويس. بس عملوها عند شباك التذاكر. طلعت فوق بقى تمشي مشوار كبير، انزل 2 كيلو بقى على ما اروح واجي. طب لو حد كبير في السن، احنا طبعا بنضرب مثل، يعني هي ما انا بقول هي مثال. الفكره انه مش بس ده هتلاقي فيه بقى كذا، وهتلاقي بقى اشكاليات التعامل مع التواليت. يعني دي هتلاقي فكره الصيانه والخدمات والفلوس. يعني مش عيب انه يبقى بفلوس، بس يبقى بفلوس معلومه. على الاقل الاجنبي يبقى بفلوس معلومه، المصريين وتبقى نظام محدده ويبقى نظام كويس. فهي القصه ان احنا مفيش حاجه منظمه في مصر. فاللي بيجي هنا ده احنا بنعتبره فدائي، ويحتاج واحد بقى يقعد يعمل عمليات تجميل طول ما هو ماشي، يجمل كل حاجه شايفها. اهو يعني ما انا ماشي في الشارع. حضرتك متخيله كميه الكلاكسات اللي في الشارع قد ايه؟ وما تكون ودن حد مش معتاده هو حضرتك بتتكلم على حاجه ليها علاقه بينا احنا، يعني مش بس بقى ان الدوله هتقوم بيها، لا ده المصري كله لازم يتغير عشان السياحه ترجع. هي دي الاشكاليه الاساسيه، ان انا ما ينفعش ابيع اثار بس، انا ببيع اثار مع بلد. انا من اول مع شعب وكان لحد قريب قوي كان اهم جزء جاذب للسياحه في مصر الشعب المصري. يقول لك كريم، يعني دايما يقول لك ووشهم بيضحك وحلوين وكويسين. راحوا فين بقى؟ يعني بقول احنا بقينا بيئه اسمنتيه. انا مش عايزه بس احبط الناس، احنا برنامجنا اصلا عاملينه علشان ندي يعني جرعه امل، وعشان نغير يعني اللي بنقوله ده يعني يلفت نظر الناس ان احنا لازم نغير من عاداتنا وتقاليدنا كويس. لان زي ما قال الاستاذ احمد، وانت رايحه للاثر، السائح بيتعامل مع شعب، بيتعامل مع منتوج الحضاره المصريه الحاليه كلها، فلازم هو يشوف الحاجات دي كلها في الخط بتاعه. هو مبسوط، شايف الناس مبسوطه، شايف الناس راضيه ان في واحد خواجه موجود، مش يعني يبتدوا ان هم يتعاملوا معاه بشكل يعني استغلالي او شكل ان هو يعني كائن جاي من الفضاء علشان يشوف المكان. في سلوكيات كده يعني لازم الناس تعرفها. لازم احنا يعني ناخد مساحه من الوقت بتاعنا ان احنا نعرف الناس السائح جاي يعمل ايه وليه وبيشوف ايه وايه وجهه نظره وازاي نتعامل معاه.
يعني طول ما انت ماشيه مع السائح في الاماكن الاثريه، يجي الاولاد طلبه المدارس بمنتهى الحب عايزين يوقفوا السائح ويتصوروا معاه، وبعدين السائح هو عايز يعرف هم ليه عايزين يتصوروا بيتصور معايا. معايا ليه؟ كويس. وبعدين هو ليه عايز يتصور معايا وهو اصلا ما عندوش كاميرا، يعني هو عايز يتصور معايا بالكاميرا بتاعتي انا. طب يعني طب ليه؟ يسيب له ذكرى كده فاحنا صغيرة. بنقعد بقى زي ما قال الاستاذ احمد كده، محتاج دايما في واحد فدائي ماشي مع السائح، اللي هو دايما قاعد يجمل الواقع، اللي هو ده بنسميه المرشد الناس السياحي. مبسوطين بيك، الناس بيحبوك، اللي هو بقى الحاجات اللي هي ومعلش هو احنا عندنا مشكله هنا بس في الكلاكسات عشان بس الموضوع الفلاني، موضوع وهنا عندنا معلش مشكله في المكنه بتاعه الدخول علشان اصل المكنه دي كذا، وهنا عندنا معلش الموضوع الفلاني عشان كذا. كويس. احنا قاعدين ده بيروح ما طول يرجعش تاني ده. الوقت بندي مبررات. كويس. علشان شويه حاجات لو السلوكيات بتاعتنا انضبطت فيها هتفرق كتير معانا. بشكركم شكرا جزيلا استاذ احمد سليم، متخصص ومرشد مرشد سياحي. بس. مرشد سياحي، انا مرشد عارفه حضرتك سياحي بس. الالقاب دي كلها بترفضها تماما، لان عايزين نرجع قيمه ومعنى مرشد سياحي. الاستاذ وجيه جمال، سكرتير عام نقابه المرشدين، بشكركم شكرا جزيلا. شكرا. بنشوفكم ان شاء الله الحلقه الجايه، واكيد فيها 80 مليون حاجه حلوه.